لو ابنك محول جديد لنظام الاي جي ومرعوب تماما من الانجليش ومشتت ومش عارف يبدا منين، خد نفسك وركز معايا لان القلق ده ينتهي النهارده تماما. النظام البريطاني مش معقد، هو جديد ومختلف، والصدمه اللي بجد بتيجي لما الطالب يلاقي نفسه مطالب ان هو يكتب اسز باسلوب اكاديمي منظم مش مجرد تعبير تقليدي. وحل الباست بيبرز العشوائي مش هو الحل في التاسيس التدريجي. وعشان يبدا صح في الصيف هو محتاج يمشي على الخطه دي. في الاسبوع الاول يجمع الكور اكاديميك فوكابولري ويعرف بدائل الكلمات البسيطه. في الاسبوع الثاني يركز على السنتنس ستراكشر وازاي يقدر يعمل لينكينج للسنتنسز باستخدام كونكتيفز قويه. في الاسبوع الثالث يدرس الاستراكشر تشارتس لكل نوع رايتنج زي الايميلز والارتكلز. في الاسبوع الرابع بقى يجرب تطبيق ده على حل اسئله امتحانات من غير ما يظبط وقت معين لحل السؤال. وعشان اسهل عليك الطريق اكتر انا جمعت كل الخطه دي في ملف PDF جاهز للطباعه. اكتب كلمه بلان في الكومنتس وهبعت لك لينك قناه التليجرام اللي هتلاقي عليها الملف.